درس انكسار الضوء في مادة العلوم للصف الثامن يشرح كيف يتغير مسار الضوء عندما يمر من وسط إلى وسط آخر، مما يؤدي إلى انحناء الضوء. إليك شرحا مبسطا. 1. مفهوم انكسار الضوء. انكسار الضوء هو تغير في اتجاه شعاع الضوء عند مروره من وسط إلى وسط آخر مختلف في كثافة الضوء، مثل الانتقال من الهواء إلى الماء أو الزجاج. يحدث ذلك بسبب تغير سرعة الضوء في الوسط الجديد. 2. السبب في انكسار الضوء. الضوء يسير بسرعة معينة في الهواء، ولكن عندما يدخل وسطا مختلفا مثل الماء أو الزجاج تتغير سرعته بسبب الاختلاف في كثافة الوسطين. السرعة المنخفضة في الوسط الجديد تجبر الضوء على تغيير اتجاهه. 3. القانون الأساسي لانكسار الضوء. قانون سنيل يوضح العلاقة بين زاويتي السقوط والانكسار عند انتقال الضوء بين وسطين مختلفين في الكثافة. القانون هو فراك خط مائل يسارا س، خط مائل يسارا ث شرطة سفلية 1، خط مائل يسارا س، خط مائل يسارا ث شرطة سفلية 2، يساوي خط مائل يسارا فراك في شرطة سفلية 1 في شرطة سفلية 2. هي زاوية السقوط، زاوية الشعاع بالنسبة للعمود المقام على سطح الانتقال. هي زاوية الانكسار، وهما سرعة الضوء في الوسطين الأول والثاني. 4. أمثلة على انكسار الضوء في الماء. عندما يدخل شعاع ضوء من الهواء إلى الماء، فإنه ينكسر وينحني نحو سطح الماء. الزجاج. الضوء ينكسر عند مروره من الهواء إلى الزجاج، مما يجعله يظهر أحياناً مشوهاً أو مائلاً. 5. أهمية الظاهرة. انكسار الضوء مهم في العديد من التطبيقات اليومية مثل العدسات في النظارات والكاميرات، المرايا والمجاهر في استخدامات العلوم والطب. قوس قزح. عندما ينكسر الضوء من الشمس عبر قطرات الماء في الجو، مما يؤدي إلى ظهور قوس قزح. بذلك، يمكننا القول إن انكسار الضوء هو ظاهرة طبيعية نراها في حياتنا اليومية وتساعدنا في فهم كيفية انتقال الضوء في مختلف الأوساط.